في يوم من الأيام كان في شاب اسمه كريم، شاب عادي من حي شعبي في القاهرة. كان دايما يحب يتصفح الإنترنت، يدور على حاجات جديدة، وكان عنده هواية غريبة شوية، وهي جمع الصور القديمة. كان بيعتقد إن الصور دي بتحمل حاجات من الماضي وبيحب يتأمل فيها. كانت هوايته دي بتسلي وبتحسسه إنه هو قريب من زمن تاني. لكن في يوم من الأيام قرر كريم إنه يشوف صور نادرة، صور قديمة جدا مش موجودة في أي مكان تاني. دخل على موقع غريب لصور قديمة، والموقع ده كان مش معروف خالص. كتب في خانة البحث صور قديمة مرعبة، وساب الموقع يفتح له مجموعة من الصور العتيقة. لقي صورة قديمة لأسرة مصرية جالسة قدام منزل قديم. شكلهم كان غريب، عيونهم ميتة، ملامحهم مش واضحة، وكان في حاجة غريبة لفتت نظره. في الصورة دي كان في شخص واقف بعيد عنهم، ما كانش باين تماما، لكن عيونه كانت محدقة في الكاميرا، كأن نظرته كانت موجهة مباشرة ليه. حس كريم بشيء غريب وهو بيتفرج على الصورة، وقلبه بدأ يدق بسرعة. قرر إنه يحفظ الصورة دي ويفتحها على الكمبيوتر بتاعه. أول ما فتح الصورة على الشاشة بدأ يشوف التفاصيل بشكل أوضح. الشخص اللي كان واقف في الصورة دي ملامحه بدأت تظهر بشكل تدريجي، وبدأ يحس إنه في شيء مش طبيعي في عيونه. اللي خلاه يرتبك أكتر إنه كل ما كان بيكبر الصورة أكتر كان بيكتشف حاجات أكتر غريبة في الصورة. في الزاوية السفلية للصورة كان في ظل خفيف، كأنه شخص تاني كان مختفي في الظل. كريم حاول يركز أكتر لحد ما بدأ يشوف صورة ثانية تظهر في الصورة الأصلية. الصورة التانية كانت في صورة قديمة لشارع مظلم، وكان في شخص واقف في الزاوية، لكن الشخص ده كان غريب. عيونه كانت مش طبيعية، كان واقف متجمد، ولا اتحرك ولا نطق. كريم مش قادر يصدق، حاسس إن حاجة غريبة بتحصل. قرر إنه يمسح الصورة دي ويقفل الكمبيوتر عشان يهدأ. لكن لما قرر ينام حس بحاجة غريبة في البيت. صوت خطى خفيفة زي خطوات صغيرة جاية من الغرفة المجاورة. كريم جاب نفسه وحاول يتجاهل الصوت، لكن الصوت زاد. قام ودخل الغرفة المجاورة، فما لقاش أي حد، لكن كان في حاجة غريبة. شاشة الكمبيوتر كانت مضاءة، وكأن في شخص تاني بيبص على الصورة. افتكر الصورة اللي شافها من شوية، وفجأة التفت ولقى الشخص اللي كان في الصورة واقف قدامه في الزاوية. عيونه كانت مش طبيعية، وكانت مليانة رعب، وكأنها بتقوله أنت مش المفروض تشوف الحاجات دي. الظلام غطى الغرفة كلها، وصوت خطواته سمع بشكل متسارع. حاول يهرب، لكن خطواته كانت بتلاحقه في كل مكان. بعد ما جرى لحد ما وصل لباب الشقة وفتح الباب بسرعة، ليفاجأ مفيش حاجة ورا الباب. وفي لحظة سمع صوت نفسه من وراه بيقول له الصور هتفضل تحكي قصتك للأبد. من وقتها كريم ما عادش يشوف صور قديمة تاني، وما قدرش ينساها أبدا، وكل ما حاول ينسى صورة بتظهر في ذهنه.